عرض النهارده كان جامد جدا، ما شفناهوش بالجمدان ده من سنين. كمل والله بينا نخش على الفيديو. افتح عرض النهارده بدخول ذا امريكان نايت مير كودي رودز. بيفتح عرض النهارده كودي رودز وبيقول ما عادش غير اسبوعين بس على ريسل مانيا 40. خلاص وقت الكلام انتهى، دلوقتي هو وقت الافعال. لقيت رومان رينز بيتكلم عني في برنامج مات مكافي وبيشبه كودي رودز بالسياسي السيء، وانه قال ده في سماك داون انه شخص ما بيحافظش على كلامه ولو بيوفي بوعوده وكده، رغم ان كل الناس عارفه ان انا بوفي بوعودي. بحترم جدا رومان رينز بشكل كبير جدا، ولكن برغم احترامي ده فاني بكرهه، وبانه مش موجود هنا الليله فكودي رودز بيعتبر نفسه هو بطل العالم ان هفوز على رومان رينز في الريسل مانيا في الليلتين، ولكن مش هقدر اعمل كل ده لوحدي، محتاج الجماهير كلها تبقى معايا وبدعمكم كلكم يبقوا معايا. انا هكون موجود، وانه لمح ان هو ممكن يكون حكم في ماتش مهم. في ناس كتير جدا اتكلموا عني زي رومان رينز مثلا وزي درو ماكنتاير وزي سيس رولينز، واني متاكد ان في كل خطوه بيطلعها رومان رينز درو ماكنتاير اتكلم عني بشكل كبير جدا وانا غايب، واستعمل اسمي في كل حاجه، عشان كده هيقابله اخيرا رجل لرجل وبيتكلم عنه كل شويه ووجها لوجه. عشان بيقول ان بقالنا في 2024 وان مفيش حد بيلبس الكلام ده دلوقتي يعني. درو ماكنتاير بيقول له انه عارف ان هو دلوقتي بيحاول انه يبتعد عن المخدرات والكحول، ومع ذلك اغلب وقته مقدم المنتجعات للعفاء من المخدرات. درو بيقول لبانك انه حابب يشوف مشاركته في الصفوف الاولى في الريسل مانيا، وانه حابب يشوفه على ترابيزه التعليق. بعدها بيقطعهم بطل العالم الوزن التقيل سيس فريكين رولينز بعد ماندي نايت رو. بعدها درو ماكنتاير بيقعد جنب مايكل كول عشان يتابع البرومو بتاع سيم بانك وسيس رولينز، بيتفرج يعني كياد الواد كياد يعني. سيس رولينز بيقول انه خلاص رحبنا بالكل وانه عرفنا ده عرض مين دلوقتي، وانه عنده سؤال مهم جدا لسيم بانك وهو هنا بيعمل ايه يعني. انت بتعمل ايه هنا يا باشا؟ انت اللي جابك اصلا. سيس بيقول لبانك انه ملهوش لازمه وجوده ده لانه شيء يخص اللقب، وبانك ملهوش اي دور في الحوار ده كله يعني. ولكن بما انه حابب يشارك في الريسل مانيا فسأل الجمهور اذا كان حابين يشوفوا سيم بانك على ترابيزه التعليق في ماتش درو ماكنتاير وسيس رولينز في ريسل مانيا. في المباراه دي في كواليس درو ماكنتاير بيظهر وهو بيتكلم مع بول هيمان في الخلفيه، ومحدش بيكون عارف هم قالوا ايه يعني. المباراه الثالثه نيو داي ودي اي واي بتنتهي المباراه بعد هجوم الجادجمنت داي عليهم، كله دخل في بعضه، واللي هو الجادجمنت داي انتوا هتقرفونا كل ماتش بقى، طب يلا تعالوا لنا انتم بقى يلا. تسخين عدوه بس عشان الماتش الخماسي بتاع التكتيك. في الكواليس بيتم سأل كودي رودز عن ايه اللي الروك قاله ليه في الفقره الاولانيه يعني وكده. كودي بيقول انه مش هيقدر يكرر كلامه تاني، ولكن الروك بيقول على وعد مش هيقدر يوفي بيه. في الكواليس شوت جيبل بيتكلم مع سامي زين وبيقول له يفتكر الكلام اللي قاله ليه الاسبوع الماضي. سامي بيقول له انه عارف ان شوت جيبل مش شايف ان سامي زين يقدر يهزم جونتر، وان جونتر نفسه شايف انه مش هيقدر يهزمه، ولكن شوت جيبل بيقول له انه مش مهتم جونتر دلوقتي وانه هيخلي باله من بروس الريد لانه شخص خطير. بطل قناه جونتر دخل يتابع مباراه سامي زين من بره يعني عشان يتفرج على المباراه الجميله يعني دي. للاسف يعني برونس الريد هزم. يعني انه همس له، قلت الروك ده مستحيل يكون همس له، انه مثلا الناس كانت متوقعه انه يكون همس له ان هو هيكون رومان رينز يعني وكده. انا قلت مستحيل يعني، هو الالم اللي هو خده ده مش هيعدي. انا عرفت ان الالم ده مش هيعدي، طول ما الالم ده اتضرب خلاص مش هيعدي. هو يعني بالمناسبه الروك بعد اللي حصل فيه من الروك يعني وكده، ويلا سلام.